فوبيا هو اسم الندوة اللي أقامتها أسرة فكر شباب بكلية طب القصر العيني، واللي ناقشت تخوف الناس من وصول الإسلاميين للحكم، وده بعد حصول التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب، وكمان ناقشت الأحداث الموجودة في مصر دلوقتي. بنسمع عن فزاعة الإخوان وفزاعة الإسلاميين، ويشاء العليل القدير إن احنا نكتشف إن هم مش بيعضوا، وإن احنا دلوقتي قعدنا في الميدان وبعد الميدان وبنتكلم، واكتشفت إن 3/4 أصحابي إخوان بعد كده وأنا ما كنتش أعرف. يعني حتى بيقال حتى ان يعني ساويرس قابل بابا نويل قال له انا عايز منك طلب واحد في الكريسماس، قال له ايه؟ قال له طلع لي الاخوان من البلد. فبابا نويل قال له ليه يا ابني عملنا لك ايه؟ طبيعه الشعب المصري طبيعه مرحه وطبيعه معتدله. الناس اللي عرفت تشيل النظام بالامن بتاعه بالجيش بقوات الضخمه دي هيسهل عليه ان هو يشيل اي نظام تاني ليس مسلح بهذا الامر اذا اختلف معاه او اذا حس ان هو بيجبره على شيء هو مش راضي بيه او مش حابه. يعني احنا كمصريين احنا اكتر ناس بنستخدم كلمه ربنا في الحياه، ربنا يخليك وربنا يسامحك وربنا يسهل لك وربنا ياخدك. فاحنا علاقتنا بربنا ليها خصوصيه مش هتسمح لحد ان هو يبوظها، سواء يبوظها بان هو يعقدها زياده او ان هو يفكها من بعضها. يعني احنا كأسره احنا بنهتم ان احنا نشوف الناس متطلبه ايه ونوعي ونزيد عندهم الوعي الثقافي والسياسي باللي بيجري حواليهم، لان احنا في مرحله انتقال من عصر كنا ملناش فيه صوت وملناش فيه حق ان احنا ننتخب لعصر تاني احنا بنمارس فيه الديمقراطيه. يعني انا شايف ان الندوه كانت كويسه جدا، كان فيها 3 شخصيات ليهم اتجاهات مختلفه، دكتور باسم يوسف ودكتور خالد ابو شادي والاستاذ عمر طاهر، 3 معظم الناس بتحبهم، ودكتور باسم يوسف انسان متميز ومشهور من بعد الثوره. كل حد كان بيعبر عن فكر ان في ديمقراطيه دلوقتي والدنيا مفتوحه، فهتسمع اراء وحشه ومش هتعجبك، فلطيف ان هي تكون موجوده دلوقتي. عارفه اللي هو كل واحد قاعد بيتخبط شويه يقول يعني في ناس بتشدك الناحيه دي وناس بتشدك الناحيه دي، ففي كويس ان هو يوضح لك هو ده ليه ده بيحصل وليه ان ده موجود في دول كتيره ديمقراطيه، يعني مش احنا لوحدينا. يعني فوبيا الإسلاميين والخوف المبالغ فيه من وصول التيار الإسلامي للحكم في الفترة اللي جاية هاجس ملوش أي أساس من الصحة، قلق جوانا وإحنا اللي بإيدينا نكبره أو نتخلص منه. ندى إمام، عز الشباب.